عدة معارض نظمتهم في الرباط، طنجة، الصيلة. اليوم كنتواجد في المركب الثقافي توقيع كتاب جفون التيه اللي الغلاف ديالو اللوحة ديالي. حاولت اليوم نكون حاضرة في المركب الثقافي يعني عطيت مقتطفات من الخدمه ديالي بطبيعه الحال اللي خدمت على الحايك، فيها الخدمه على الحايك وفيها الموضوع على البراد ديال الاتاي. بطبيعه الحال البراد ديال الاتاي حاولت انني نتطرق ليه باش نحاول نرجع به الطقوس القديمه، وكذلك كنشوف هنايا كيف كنشوفوا يعني الحايك فيه واحد المقتطفات ديال التراث المغربي. كنحاول بحكم انني امازيغيه الاصل يعني ما كنصارخش على الهويه ديالي، وكنلقاها حاضره معايا في جميع اللوحات بالالوان بالتقطيع والتلصيق كما كنشوفوا هنايا حايك وخدمت عليه، عاودت الحياكه ديالو يعني كما كنقولوا حياكه الحايك. كذلك هنايا راه كاين واحد التقطيع والالصاق، حاولت انني نقطع حتى داك كما كنقولوا داك الفطان المغربي داخل هنايا داخله اللوحه بطبيعه الحال في هذا الحايك. اذا كنشوف حتى الحايك الثاني. السلام عليكم، رشيد أمديون، رئيس المحور الثقافي للقراءة والإبداع، كاتب وقاص. جينا اليوم إن شاء الله عندنا حفل توقيع ديال المجموعة القصصية جفون التيه للقاصة صفاء الموكي، والذي ينظم بالمركز الثقافي بالقاهرة. وعلى هامش ذلك كذلك معرض يتبنى التشكيلية إيمان الفرحاتي، وهي في إيمان الفرحاتي هي مبدعة لوحة غلاف. والمجموعة القصصية اليوم، المجموعة القصصية التي نحتفي بها اليوم هي تعود للصفاء اللوكي. هي مجموعة قصص قصيرة نحتفي بها وبالقصة القصيرة المغربية. فكانت صدفة يعني الغلاف وكأن صفاء اللوكي تعيش معي وأنا يعني أقوم بهذه اللوحة. لوحة في طبيعة الحال جفون تيه، وفعلا امرأة 6 سنوات معاناة، ويعني كتشوف نفسها بأنها غتبدا واحد الحياة ما كتعرفش عليها لا شيء، فخصها تجمع ضروري الشتات ديالها وتقوم، لأن المشوار اللي كيساينها طويل، ما عندهاش خيار بطبيعة الحال، لأن ملي كنكونوا طالعين في جبل يعني لا حاولات أنها ترجع للوراء فأنها غطيح، وخا أن صعوبة التسلق كتكون قاسية، ولكن رغم ذلك لا كيكون لا خيار. فتيهان في الجفون بطبيعة الحال، وتفكير في شنو ممكن يتقدم وشنو ممكن يتوخر. كذلك هذه اللوحة بقوة أنها مصاحبة، يعني كما كنقولوا هذه اللوحة راه ماشي يعني تصايبت واحد الوقت وصافي وتحطات، فهذه اللوحة يعني مصاحبة في الفترات. وكما كنلاحظوا هاد القطع ديال القماش، فأي تغيير على طبيعة الحال الفنانة، أي تغيير وإلا وأنه كيحضر في هذه اللوحة. كما كنعرفوا زمان كانوا العيالات ملي كيجلسوا كيحطوا حداهم زربيه ويجلسوا كيخدموها بواحد الطريقه، فحنايا بطبيعه الحال في وقت معاصرا وفي هذا الوقت اللي كنعيشوه حنا، فبالنسبه لي انا هاد القطع ديال القماش فهما بحال كتنسج واحد الزربيه، وكما كنقولوا هذه هي زربيه الحياه. شكرا.